المسمى عبد الغني الشنا، مدعو عبد الغني الغليل، مهرب مخدرات مغربي، منطقة بوعرف، عمري 33 سنة. عبد الغني الشناق، مخرب مهدرات، 33 سنة، المدعو الغليظ. هذه واحد عام ونص، عامين، داز عاود في واحد الحلقة بحال هكا دحدوحية، شي حاجة ديال سرقة الأبقار. عاود دار شي شهادة بأنه كذا كذا ديال سرقة الأبقار في الجزائر. دابا ترقى ولا من الأبقار إلى المهدرات، وداز في التلفزيون الجزائري الرسمي. واسمع ابن عمي، ودوزاتو الفانتكات الجزائر الدوليه. هادشي كامل في اطار يعني يفضحوا بان المخزن والمغرب والمهدرات مخطط استهداف. جابوا هذا العابط، هذا دار شي اخطاء كارثيه تبين انه جزائري، تبين انه يعني داك التخصص اللي كان عنده ديال الابقار ما نفعوش في هذا الشيء نتاع المهدرات. وزادوا كملوها اللي كتبوا له السكريبت، كتبوه بواحد الاخطاء كارثيه تبين ان القضيه دحدوحيه. المخدرات كتنغرس في جبل كتامة، كتنغرس 2 مرات في العام، وعاود كيعطيها للمهرب المغربي وكيعطيها لنا حنا مكلفين بالنقد، كنخرجوا بها على الجزائر على برا الحدود. المهدرات كتنغرس في جبل كتامة وكتنغرس 2 مرات في العام. يعني يفترض الفيديو يحبس هنا، يعني باش تقول بان المهدرات كتنغرس 2 مرات في العام، صافي باين القضيه دحدوحيه، وباين انك متخصص في داكشي ديال الابقار. ولا الارانب هما اللي كيولدوا 2 مرات في العام، هذا يمكن عصابه ديال سرقه الارانب ماشي نتاع الابقار. هذا كارثه. كاين شي واحد خدام في هذا المجال وما كيعرفش بان المهدرات كتنغرس بحال الزرع، بحال القمح، كتعطيك غله واحده في العام. يعني انت ما عارفش، يعني انت ماشي ولد الدومين ولا علاقه. يعني سير ابن عماي قلب لك على سرقه البصل ولا سرقه الحليب، داكشي ديال العدس، اللوبيا. كندخلوها بالحمير للحدود الجزائريه، الجهه الجنوبيه الغربيه. كاين شي مغربي كيقول بان الحدود غربيه. المغرب الحدود الغربيه نتاعته هي الاطلسي. مع الجزائر عندنا حدود شرقيه. يعني المغربي واخا يكون فين ما كان، واخا يكون في الصين، كيقول الحدود الشرقيه. الجزائر جايه في الحدود الشرقيه، وهران، تلمسان، جايين في الحدود الشرقيه، واخا يكون هو في السعوديه، يعني في اقصى الشرق. في الذهن ديالو ديما كيقول بان الجزائر جات في الشرق والحدود الشرقيه. ما يمكنش مغربي غير يبدل البلاصه يقول غربيه. شكون اللي كيقول غربيه؟ كيقولوها الجزائريين، لان المغرب غرب بالنسبه له. شتي ملي خانتك اش كتسمى الاحداثيات. المعيشه غاليه والخدمه ما كانش. حنا في هذا الشتا هذا البوطات ديال اللي غاز كيجيبوهم العيالات فوقهم، كيوصلوهم بشقات النفوس للدار. وهذا الشيء هو اللي خلى الشباب المغربي يزيد هذا التهريب هذا وهذا الريسك هذا. البوطات ديال لي غاز، جاب البوطات ديال لي غاز لهذا الشيء دابا انت اللي راك غادي فيه، باش تعرف بانه محفوظه من عمي، محفوظ بان المعيشه غاليه في المغرب. الغاز عندهم المشكل ديال الغاز، من نهار سدوا الجزائر الغاز ولا عندنا الغاز النسا كيهزوا. فين كاينه شي مره كتهز البوطه عليك وكتمشي وكتهز البوطه. واش جاب الشتوى للبوطه؟ واش المغاربه كيسخنوا بالبوطه في الشتوى؟ منين جبتي هادشي؟ منين؟ يعني داك الجزائري العبيط، التمثل اللي عنده على المغرب حسب ما يقولونه له في تما، خصهم يدخلوا له هذا الشيء. راه مازال حوايج اخرين عندهم علاقه مع الصوره اللي باغيين يغرسوها في الجزائر على المغرب، القضيه الغاز. وما علاقه هذا الشيء بهذا الشيء اللي كديروا انت؟ واخا انت كدير هذا الشيء لان المعيشه غاليه ولان النساء كيهزوا البوطه، وهذوك 35 اللي خدامين معاك دابا هذا بغاو يبهدلوا المغرب، ساعه بهدلوا الجزائريين. 35 جزائري خدام مع هذا، يعني بينوه شيكور. المغربي شيكور ابن عمي، مخدم 35 جزائري. هذوك 35 جزائري اللي شدوهم معاك
حتى هما ما عندهمش الغاز، حتى هما النساء ديالهم كيهزوا البوطه، حتى هما عندهم التطبيع، حتى هما عندهم سبتهم ليليه. شوف يعني الطريقه العبيطه باش باغيين يتسمى وكيفضحوا راسهم. المخابرات المغربيه ديال الحموشي كيتفاهم مع الجبار، كيعطيها واحد النسبه من الانتاج، يعطيها عليها فلوس باش يقدروا يخرجوا المخدرات من الجبل ديال كتامل. المهرب المغربي اللي كيعطيها لنا حنا باش كنقلوها. هادشي اللي حفظوا لك المخابرات الحموشي، والحموشي ضروري تذكروا. ضروري تذكر الحموشي، كتبوا لك تما في السكريبت. انا كنقول لك اصاحبي يعني عندهم يعني كلمات بعينها خصها تقال. مازال غتسمعوا العجب، يستناو الغاز، المعيشه، دابا الحموشي. ما عندناش علاقه بالمخزن، المعلم ديالنا هو اللي كيتفاهم معاهم، يعطيهم الفلوس باش يفتحوا لنا الطريق باش حنا نفوتوا. المصطلح ديال المخزن كيستعملوه هما، التلفازه ديالهم، الاخبار ديالهم، الناس ديالهم، الذباب نتاعهم كيسموا المصطلح ديال المخزن. حنا المغاربه كيقولوا ما عندناش علاقه مع الدوله. الا بغى يقول شي واحد بحال هكذا يقول ما عندناش علاقه حنا مع البوليس، ما عندناش علاقه مع الجندار، كيسمي ما عندناش علاقه مع الجيش، ما عندناش علاقه مع الحكومه. القضيه نتاع المخزن كتقال غير عندكم، يعني انت غابن عمي عبيط غبي جزائري مزلج، واللي كاتب لك السكريبت مزلج اكثر منك، واللي كيصور اكثر منك. الكيان الصهيوني ما كاينش كاع اللي قابلو، ما كاينش اللي باغي. حنا بدورنا في بوعرفه درنا واحد المظاهره وخرجنا للشارع وضربونا، وكاين اللي داوه للحبس كاع على هاد التطبيع هذا. جاب كيان الصوص والمايونيز عاود دخلتوه، عاود داك الكلمات اللي خصهم يتقالوا كتقولوهم. داكشي نتاع الذباب الالكتروني هو محطوط مسطوط، عاود الصوص والمايونيز وكذا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عندي شي جيراني ضباط في الجيش الملكي، حتى هما ما راضيينش بهذا التطبيع ديال الكيان الصهيوني، كانت طلعت لهم فرصه حتى هما يهربوا، ما قابلينش بهذا التطبيع هذا. الجيش الملكي حنا عندنا فرقه ديال كرة القدم، مصطلح الجيش الملكي عندنا فرقه الغبي. حنا كنقولوا الجيش العسكر، ما كنقولوش الجيش الملكي هكا السمي ديال الجيش الملكي. كنهضرك شعبيا، الناس اللي كتهضر. اما اداريا وكذا ومؤسساتيا راه القوات المسلحه الملكيه المغربيه، الغبيه العبيط. اما الشعب ديالنا المغاربه كيقولوا الجيش، ودائما المغاربه ما عمرهم دخلوا الجيش في هذه القضيه هذه، لان ماشي بحال ديالكم. حنا الجيش ديالنا خاطي هذا الشيء كامل ديال التدبير ولا التسيير ولا الدخول في الشؤون ديال المدنيين في المغرب. المهام ديالو عسكريه بامتياز، حمايه الحدود، وكيبندر في التصليات ديال التواصل، تجدرد الابواب النوافذ ديال هذوك اللي كيزغبهم الشيطان ديالكم باش يديروا داك الحركات ديال العباط الهباط الزباط، وكيتبندر. فهمنا؟ انتم اللي عندكم الجيش داخل في الكره، في الزليج، القفطان، وهذا الشيء كيدوز ابن عمي وكيقنعوا به زعما، وكيحاولوا يقنعوا به راسهم اولا. يا ودي دوح دوح، يا ودي دوح دوح.